يا مساء الفل. تعالوا بينا بقى نعمل شوية سجق بتاع العربيات، سموها طاسة سموها أي اسم، المطبخ اختيار مش إجبار. زي ما احنا عايزين نسميها نسمي. جبت طاسة شوية زيت صغيرين، عايزة تحطي زيت حطي، مش عايزة براحتك. أنا عن نفسي حطيت ونزلت بيهم بنص كيلو سجق. عايزة تقطعيه، ده سجق بلدي، عايزة تقطعيه من أي جزار كبير، عايزة تقطعيه صغنن قطعيه الحجم اللي عايزة تسيبيه طويل زي ما هو براحتك. كل ده براحتك اللي انتي نفسك فيه. انا بقى عن نفسي بفضل اقلبه شوية كده حلوين، ينزل ميته ينزل زيته وبيبقى في حتة تانية. اهو في كل شوية بفضل اقلبه اهو، شايفة معايا. بعد كده هنزل بقى عليه بصلة كارو او بصلة صغننة متقطعة قطع صغيرة، عشان لو ما بتحبيش البصل صغريه على قد ما تقدري، بس بيديله طعم. بعد كده هنزل بمعلقة هريسة شطة اللي احنا عملناها مع بعض، او ما عندكيش حطي توم. وانا طبعا عشان عاملة معاه فلفل احمر فحطيت الهريسة مع توم مع فلفل احمر، فبتوديه بتنقله في مكان تاني. ما عندكيش عادي حطي فلفل احمر وحطي توم. هنا بقى هنزل عليهم بفلفل اخضر وهقلب ودي تشويحة بس للفلفل. وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم، وانزل بقى بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي حاجة بسيطة جدا جدا جدا. هنزل عليهم بملح وفلفل والسبع بهارات بس. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك الحلو والكومنت الجميل ومتابعة للصفحة ومتابعة للقناة واشتراك في القناة. ولو انت على اليوتيوب فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي معلقة، ودي بقى معلقة السبع بهارات، نص معلقة كبيرة من السبع بهارات هتوديه تنقله في حتة تانية. هنبتدي نقلبه من وقت للتاني، ما يبتدي بقى معاكي ياخد حرف كده يبقى هو كده استوى. طبعا بقى دي تحبيشة الاكل اللي جنبه، وتفضلوا معانا بالهنا والشفا.